السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمحوا لي خاوتي راني شوية غريبي، دونك طونزون طون هكذا تشوفوا النفس يسيح وكذا كل سامحوني، مي معليش على كل حال باسكو شفت امور هكذا غارني شوية الحال من حاشاكم من السطاحة تاع المغرب. هشام عبود اللي ناضي يحل في فمه وقاعد يشعل في النار ويقول في كلام فريمون طريق جراف، وين يطلب من الماك يقول له اذا كان ما نطوش اليوم كي راح تبون زيارة لتيزي وزو ما تزيدوش تهضروا كلاس صافي ديروا واش حب يقول هكذا. لازمكم تنوضوا، لازمكم ديروا فوضى في الزيارة تاع تبون. هذا هو الهدف تاعو، حوس يشعل النار فتنة باه تتخلط. هذا هو المبتغى تاعو، ما كانش حتى حاجة واحدة أخرى. سمعتوا في فيديو واحدة أخرى يقول تبون ابن عاهرة وتربى في دار الطعارة. شوف يعني كي يلحق إنسان لهذه الدرجة اللي ما يقدرش ينتقد فيها البرنامج الرئيس أو إنجازات الرئيس في البلاد والدبلوماسية الخارجية اللي راكم شفتوها بلا ما نقول لكم، يجي واحد كيما هذا واللي يضرب في الشخص الرئيس يعني ويسب فيه ويعاير فيه. واش تستناو منه عبد كيما هذا اللي راهم كاين بزاف يتبعوا فيه ويساندوا فيه ويسمعوا له؟ فيقوا رواحكم. هذا هدرناكم عدة مرات باللي الإنسان هذا راه هرب الدراهم من الجزائر، حتى بهذا راه من العصابة، حتى بهذا راه سرق الدراهم من العصابة. سامحوني خاوتي لا غريبو راني شوية صبابة، ولكن ما قدرتش نحمل بها نخلي كيما حاجة كيما هذه ونسكت عليها. زيارة تبون إلى مدينة تيزي وزو، مدينة جزائرية، والحمد لله يا ربي استقبلوه باستقبال فاخر. الشعب خرج ويفيلميو، كل واحد يفيلمي من جهة وينشروا في التواصل الاجتماعي وفرحانين بالزيارة تاع تبون لتدشين الملعب وبعض الإنجازات اللي راح في طريق الإنجاز اللي راح يزيد يجسدهم على أرض الواقع. ويجي واحد كيما هشام عبود والله أنور مالك والله عبدو سمار والله أمير حشاكم الكلب والله بن زهرة والله أي واحد من هذو راكم تعرفوهم أكل، يعني يوميا لازم يجرحوا، لازم يتكلموا على البلاد ويحطوا من البلاد. الهدف تاعهم هو زعزعة زعما اللوس، ولكن ما يقدروش درك والله ما يقدروا. شوفوا الجزائر وراها لحقت في السمعة نتاعها مع الدول. شوفوا الأمم المتحدة الجزائر، شوفوها في اليونسكو، شوفوها في المجلس الأمن، شوفوها في عدة منابر، شوفوها في الجيسات اللي عقبت الأخرى هكذاك، ومازالوا يطعنوا في الجزائر ويطعنوا. لأن كي نشوف باللي البلاد راها في الطريق المستقيم، أنا المفروض ندعم بلادي، ما نكون معارض، ندعم بلادي، ما نسيش كيفاه نحرق بلادي ونحوس نشعل نار فتنة في تيزي وزو. هذا الشيء اللي داروا هذاك العاهرة تاع هشام عبود، وحوسوا يشعلوا لنا النار في البلاد. الحمد لله اللي كاين رجاله في تيزي وزو اللي وقفوا على البلاد هما ثاني واستقبلوا الرئيس احسن استقبال. ونقول لهم انا من هذا المنبر يعطيكم الصحه وجزاكم الله خير، هذه بلادكم، الجزائر بلادكم ولازمكم توقفوا عليها الكل، وما تسمعوش للناس اللي راهم يديروا في التحرير ويديروا في الفتن ما بين القبائل والعرب والبني مزارب والشاويه انا نشوفوا بعض المنابر هكذا اللي راهم يتكلموا على الامر هذا، حبوا به يخلقوا فتنه بين الاخوه. وحنا الحمد لله يا ربي ما تصراش هذه، نبقاو متحدين بين بعضنا. والله بربي ان شاء الله غير الجزائر واحده موحده، لا الماك ولا رشاد ولا واحد اخر. وروح زيد اكتب، زيد قول لهم وزيد اهدر يا واحد يا صعلوك يا مرتزق بيك الدراهم برك اللي يعطوك فيه المراكه باه تجي تشعل النار في تيزي وزو. هذه ما تصلحلكش وغير نحيها من بالك. الخطره الجايه كون تزيد تهدر على تيزي وزو نزيد ندير لك فيديو نفهمك في امور واحده اخرى. شكرا خوتي والسلام عليكم، سامحوني.